مرتبط بالسعي فقط، أم هناك أسباب شرعية تفتح أبواب البركة وتزيد الخير؟ ولذلك في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن الرزق بين السعي والتوكل. يعني خلينا نقول نتشارك أطراف الحديث مع عبد الرحمن، ولا شك أن احنا لا نستغني عن المداخلات الطيبة عبر الرقم الظاهر أمامكم في الشاشة. خليني أبدأ معك عبد الرحمن في السؤال الأول. لو جيت أسألك عبد الرحمن، ما العلاقة بين السعي والتوكل؟ وهل يمكن أن يجتمع في حياة الإنسان المسلم؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جميل. هذا أولا عنوان يعني مهم جدا جدا جدا، وهو من أهم المواضيع التي تشغل حياة الشاب المسلم، كونه عندما يصبح شابا فأكثر شيء يعني يثير يعني اهتمامه ويشغل وقته هو الاهتمام بطلب الرزق بعد ما ينتهي من فترة التعليم وما شابه ذلك، خصوصا في هذه الفترة. فسؤالك مهم جدا يعني يكون فاتحا لهذا الموضوع. نتحدث عن العلاقة بين السعي والتوكل، وهل يوجد علاقة بينهما، وما أهمية وجودهما في حياة المسلم. لا شك أن الإسلام هو الذي جمع بين السعي والتوكل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. هذا الحديث يبين قاعدة عامة في قضية العلاقة بين السعي والتوكل. ولو لاحظنا في الحديث نجد أن الشخص عليه الصلاة والسلام كان محتار ما بين هل يعني يترك الموضوع كاملا للتوكل أم يعقل ويهتم ويوكل الأمر إلى نفسه. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تميز بأنه كان يتكلم بجوامع الكلم، فقال: اعقلها وتوكل، أي أنه هذه القاعدة الأساسية التي تمضي فيها في جميع أمورك التي تختص بالرزق والتوكل. وهي قاعدة واضحة جدا أن العمل لا يتعارض مع فكرة التوكل، إنما هما خطان متوازيان ويصلان مع بعضهما إلى نفس الهدف الجميل. وإن شاء الله راح نتكلم في المحاور القادمة عن الأسباب التي يعني خلينا نتكلم عن المحور الآخر، الأسباب الشرعية التي تكون سببا في سعة الرزق وبركته. وسألتك يا أبو صقر هذا السؤال: ما هي الأسباب حتى ندخل في خطوات عملية التي تكثر من الرزق وتبارك فيه؟ والله شوف، أعظم أسباب البركة في الرزق تقوى الله عز وجل. خليني نبدأ أولا حبة حبة. الإنسان يوم جميل. يتقي الله عز وجل في أمور حياته، ترى هي عبارة عن أمور، خليني أقول لك، تسلسلية. تبدأ في تقوى الله عز وجل، ثم استحضار النية، ثم الأشياء التطبيقية العملية، كمثلا قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وصلة الرحم، لاحظ هذه كلها ترى في الأحاديث النبوية. من أراد، فيما معنى الحديث: من أراد أن يطيل الله في عمره، نعم، ينسى له في أثره. كان فيها شيء في الرزق. نعم، أحب أن يبسط له في رزقه. أي نعم، يبسط له في من رزقه. أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. أي نعم، فليصل رحمه. أيضا في نقطة جدا مهمة، اللي هي من الأشياء التطبيقية العملية في أمور. يعني خلينا نفترض أنت الآن، خليني أوسع شوي الدائرة معك. إذا جينا احنا نتكلم عن بداية الموضوع في أن هذا الموضوع يعود إلى التقوى، ثم يعود إلى النية الطيبة في الإنسان، ثم الأشياء التطبيقية كالاستغفار، كصلة الرحم، كالصدق، وكالأمانة، وإلى آخره. أضيف إلى ذلك في بوابة كبيرة جدا الناس تغفل عنها، وهي باب الدعاء. باب الدعاء باب مفتوح جدا. يعني أنت لو تلاحظ الأنبياء في دعواتهم، يعني اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وسخرنا له الأرض. يعني الدعاء، تدعو الله عز وجل، ثم يبدأ على طول ندخل في مرحلة الاستجابة.
فلذلك الأسباب الشرعية الموجودة كبيرة جدا. أيضا من ضمنها الإنفاق على الأهل. أنت إنسان الآن يعني مرتاح وفتح الله عليك ومدري إيش وإلى آخره، المال الذي تخرجه أنت إلى أهلك، إلى موضوع الصدقة، إلى من الأشياء هذه، ترى هذا يلعب دور كبير جدا في البركة الموجودة. يعني المال موجود، ولكن كثرته أو يعني أنه يكون كثير ولا قليل ما هو بهذا هو الموضوع. يعني قد يكون عندك مال قليل ولكنه مبارك، أكثر من مال كثير ولكن ما تشعر به. صح. فلذلك موضوع البركة يدور كله وين؟ يدور كله أو يعني معظمه في موضوع الصدقة. حتى أنني سألت مرة يعني أحد الناس اللي يعني فتح الله عليهم، فسألت عدة أشخاص فقلت لهم يعني وين وجدتوا بركة المال؟ فتعددت الإجابات، منهم من قال في تفريج الكربة، واحد قال لي أنا رأيت بركة المال في تفريج الكربة، والثاني قال لي في الإعفاء عن الديون، والثالث قال أنا رأيتها في شو اسمه في الأيتام وإلى آخره. جميل. فكل إنسان يفتح الله عليه عز وجل بوابة في الصدقة. فتلقى بعضهم ترى مكثر في موضوع المياه، إنسان يحب أن يعني يحفر الآبار ويسقي وإلى آخره، وبعضهم فتح الله عليه عز وجل بكفالة الأيتام، والبعض الآخر بشراء المصاحف، والبعض الآخر ب اللهم صل على محمد كفالة عالم أو معلم. باب الصدقة عندك مفتوح، أنت تشوف إيش الطريق الموجود عندك وأسلكه. فهمت علي؟ والصدقة ترى العالم كله أو الأغلب يعتقد أن الصدقة لازم تكون بالمال. لا، ترى في يعني الآن تبسمك في وجه أخيك. جميل. إذا كانت أنت يعني تجد يعني تستحضر النية بأنك أنت تتبسم في وجه أخيك، هذه صدقة. جميل. إمادة الأذى ولا أقطع كلامك عن الطريق صدقة. في أكثر من أشياء إحنا لا نربطها فقط في المال. جميل جدا. معلش في نفس المحور، الآن أنت ذكرت نقاط كلها متعلقة في البذل، فيها كلها متعلقة في العطاء، وكأنك توصل رسالة أنه الرزق يأتي ليس بالأخذ إنما بالعطاء. هل يوجد له جانب آخر يعني يتعلق بالأخذ؟ يعني هل السادة المشاهدين ممكن الآن يعني يصير عنده لبس، يقول لك يا أخي أنا الآن أحتاج إنه أنا أرزق، هل حتى أرزق لابد أن يعني أعطي أنفق يعني أتبسم، كل هذه أمور تتعلق ب يعني المخرجات. صح. وأنا أبتغي أن يكون في مدخلات، فيعني لو توضح هذه النقطة بس. نعم، هذه الأشياء هي في إجابة السعي أو عفوا في سعة الرزق وبركته. نعم. حلوين. هذه من الأشياء التي تزيد في السعي، حلوين، وتبارك في المال. ولكن أنت الآن إذا احنا دخلنا إلى الأمور التطبيقية الموجودة، فأنت الآن لا، احنا ننتقل إلى أمر آخر. بأنه أنت الآن هذه الأمور اللي أنا أعطيتها هي تكون فقط أو مو تكون فقط، هي تكون في الأشياء. يعني أنت الآن عشان تحصل أو حصلت على المال، نعم، عشان يبارك لك الله عز وجل فيه، هذه الأمور اللي وضعها الشرع. جميل جميل. علي؟ نعم. ولكن طريقة الحصول على المال هذا يدخلنا إلى موضوع آخر، إنه الإنسان أنك أنت الآن ندخل إلى موضوع السعي. صحيح. هل أنت الآن عشان تحصل على المال مو ممكن وأنت جالس في البيت كذا مستلقي على ظهرك ممكن تنزل عليك خزائن الله عز وجل، فخلاص تروح تبادر بالصدقة وإلى آخره. لا، أنت حيتطلب منك أنك أنت تتحرك وتروح وتجي وإلى آخره. جميل. جميل. ولكن زي ما ذكرت لك، يعني كان النقطة اللي يعني يختلف عليها الكثير اللي هو هل الرزق يقتصر أو يعني محصور يعني فقط على المال؟ هل يأتي باب الرزق الناس كلها تتخيل المال فقط؟ هل في رزق باب آخر، في شيء ثاني؟ ودي إني يعني أسمع منك.
جميل. هذا المحور جدا مهم جدا، ويعني يبين لك كمية نعم حولك أنت لا تشعر بها ولا تدركها. نحن نسمع دائما أنه الإنسان ينسى دائما النعم التي رزق الله عز وجل بها، ولكن عندما يأتي الأمر إلى المال يتذكر هذه النعم. وهي أنا أتذكر قصة، سألوا أحد العلماء أو أحد السلف قالوا له ما هي أنواع الرزق؟ فقال لهم الرزق له أنواع كثيرة، أقلها هي المال. أقل أنواع الرزق والنعم هي نعمة المال. فلذلك تجد أكبر نعمة وهبها الله تعالى للشاب المسلم هي الإسلام. هذه النعمة التي لا يضاهيها أي نعمة أخرى. وقد يعني تضع نعمة الإسلام في كفة وكل النعم الأخرى في كفة، سوف تجد أن النعم الأخرى لا تساوي شيئا. ليش؟ لأنه كل هذه النعم إذا ما سخرت لخدمة الإسلام وإذا ما سخرت لخدمة أن كونك أنت مسلم، بالتالي هي كلها ليس لها أي قيمة، لأنه أنت في الحقيقة أنت مخلوق في هذه الحياة لكي تعبد الله عز وجل، لكي تدخل الجنة بإذن الله تعالى، نحن ومن يسمع. وبالتالي عندك نعمة الإسلام هي أكبر نعمة لا شك. ثم بعد ذلك تأتي النعم الأخرى، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة وجود الأهل، نعمة الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني الصحة والفراغ هي نعم غير محسوسة. يعني قد نعتبر نعمة الصحة محسوسة، لكن نعمة الفراغ غير محسوسة. نعمة الصحة بشكل مباشر غير محسوسة إلا عندما تمرض تشعر بأهمية البصر. يعني أنت لما تجيك حمى بس يوم واحد تتذكر أخ أمس أنا كنت يا أخي يعني صحيح ولكني ما استثمرت هذه الصحة بشكل جيد. أنا والله أمس قبل أمس كنت يعني مصاب، كنت معافى، اليوم أنا مصاب في قدمي، ما كنت مستشعر هذه النعمة. لذلك الحديث لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5. في الحقيقة هي 4 و5 ولا ذاك، لكن كل هذه الأمور التي سوف تسأل عنها يوم القيامة هي في الحقيقة نعم. وبالتالي المال نعمة، والشباب نعمة، والفراغ نعمة، وحياتك كلها بشكل عام هي نعمة. قلب في النعم. أي أنت المال وحده من مجموعة نعم كثيرة. وبالتالي عندما يأتي الأمر إلى النعم قد تعتقد بسبب الحياة المادية اللي احنا غرقنا فيها والرأسمالية الموجودة الآن التي نسأل الله تعالى أن يكفينا شرها، هذه الحياة أوهمتك وأوهمت السادة المشاهدين أنه النعمة هي في المال. ليش؟ لأنك أنت إذا تتحرك تبغى فلوس، تبغى تسافر تبغى فلوس، تبغى تقابل زميلك تبغى فلوس، تبغى تروح مطعم تحتاج فلوس، الحياة كلها أصبحت يعني تتمركز حول المادة. والمال لا شك أنه مهم، هو عصب الحياة، ولكنه ليس كل شيء. وأنت عندما يعني تدرك أهمية النعمة الموجودة غير المال، يعني قيمة المال في حياتك تصبح أقل. يعني أنت ما تسعى خلف المال، وهذا القلة في قيمة المال يبارك الله عز وجل لك فيه. يعني أنت عندما تكثر من القلق تجاه المال ويكون شغلك الشاغل هو المال، سبحان الله المال في هذه الزاوية من التفكير يقل. ولكن عندما لا تعيره أي اهتمام هو مثل أي نعمة أخرى يبارك الله عز وجل في المال. فبالتالي لا شك أن الرزق أنواع كثيرة، أقلها ويعني أدناها هو المال، ونعم المال الصالح عند الرجل الصالح. هذه ترى يدخلنا إلى سؤال أنه ترى أكبر الأخطاء اللي يعتقدها الإنسان هو أن الرزق فقط محصور على المال. نعم. ومن ضمن الأخطاء، خليني يعني أصيغ السؤال، هذه يعني الأخطاء التي يقع فيها بعض الشباب في قضية الرزق والسعي. جميل. اعتقادها التام بأنه يعني زي ما ذكرت عبد الحميد بأنه الرزق فقط محصور على المال، وإنما الرزق ترى موجود في الصحة. نعم. موجود في العافية، موجود في نعم. في أي حاجة أنت تراها أمامك، ولكن الإنسان لا يشعر متى إلا يوم تفقد النعمة. صح. فإذا فقد مثلا يوم حاجة من الأشياء اللي هو متعود عليها يشعر بقيمة النعمة. صح. الأمر الثاني أنك أنت تنتظر الرزق دون أخذ الأسباب، هذا أمر جدا خطير. خليني يعني شوي استرسل فيه. استرسل خذ راحتك. نعم.
فأنت الآن يعني في ناس تتضجر، خليني أقول لك يعني طبقة معينة، وأنا لا أعمم، التضجر الكبير جدا من موضوع عدم وجود المال، عدم وجود المدري ايش، وتلقاه هو ما اخذ بالاسباب. يعني انا اتفهم ان الانسان اخذ الاسباب ويعني سعى في الارض، ولكن ما كتبها الله عليه، ما كتب الله عز وجل له رزق والى اخره. فاقول يعني هذا الرجل بذل الذي عليه، والتوفيق بيد الله اولا واخرا. ولكن انا حديثي هنا مع الناس يعني المستلقية ونايمة، وتريد أن تكون يعني جالس كذا فينتظر كذا $1,000,000 يعني ينزل على البيت عنده، فيبدأ يعيش حياة كريمة وإلى آخره. أنت ماذا فعلت؟ هل أنت الآن قاعد تبحث؟ هل هناك سعي؟ هل هناك أمور أنت قاعد تطورها فبناء عليها أنت ترغب بهذه الأشياء؟ هذا سؤال يعني هذا السؤال اسأله نفسك. اجلس كذا بينك وبين نفسك واسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا أخذت بالأسباب ولا ما أخذت بالأسباب؟ إذا لم تأخذ بالأسباب وتبدأ تتحرك فلا تطلب أنك أنت، أو لا تتضجر من أنه يعني الرزق غير موجود والحياة صعبة ومملة وإلى آخره. أما إذا أنت خرجت وبحثت وسويت وإلى آخره، ومن ثم ما كتب الله عليك عز وجل، هنا هذا أمر آخر. جميل. والخطورة الكبيرة جدا في موضوع الأخطاء يعني التي يقع فيها أغلب الناس هو موضوع المقارنة. المقارنة هذه يعني أنا لا أحصرها على المال فقط أو على الرزق، أنا أحصرها على جميع أي موضوع يمر عليه في حياتك. موضوع المقارنة هذه قاتلة. ليش قاتلة؟ قد يأتي في بالك هذا السؤال. لماذا قاتلة؟ لأنه الرحلات مختلفة. خلني أنا أضرب مثال. عندك الآن شخصين التقيا في بلد غريب، والشخصين اثنينهم يدرسون جامعة، حلوين. واحد مشى في هذا الطريق والثاني مشى في هذا الطريق. أنت الآن لا تحكم حياة هذا الرجل بحياة هذا الرجل. ليش؟ لأنه أنت ما تعرف هذا كيف وصل. قد يكون معك في نفس الفصل، في نفس الكلاس، أنت معه في نفس التخصص، وأنتم وصلتم بعض، ولكن رحلة هذا مختلفة وهذا رحلته مختلفة. هذا قد يكون وهو يخوض هذه الرحلة شايل على كتفه 3 أشخاص هو مسؤول عنهم. جميل. أما أنت رايح هذه الرحلة وأنت أصلا على عاتق أحد. فهمت الفكرة؟ يعني هذا الرجل الأول على عاتقه 3، مثلا يصرف عليهم، هو مسؤول أنه يوفر لهم حياة كريمة، فيربط بين العمل والدراسة. جميل. فهذا رحلة الآن شاقة. أما أنت الطرف الآخر لا، أنت أصلا متعلق بحياة أحدهم. في واحد لا، لسه قاعد يصرف عليك وأمورك طيبة وإلى آخره، فأنت أصلا يعني معاه في نفس الخط، ولكن رحلتك أخف وميسرة. جميل. فلذلك لا تقارن نفسك بأحد. أيضا رأيت في إنسان نعمة، بعد أن تبارك له وتذكر الله عز وجل، لا تقل في نفسك لماذا أنا لم أكن يعني كهذا الرجل. ليش؟ لأنه هذا أنت ما تعرف، هذا قد يكون موسم حصاده. هذا الرجل الآن الذي وصل إلى هذا المكان قد يكون هذا موسم حصاده، وأنت لسه في موسم الزراعة. فهمت الفكرة؟ فأنت الآن هذا الرجل الموجود هذا وصل إلى الحصاد، أنت لسه قاعد تزرع، فستصل إلى الحصاد. لا تطمر
كل شيء سيأخذ وقته وستصل. ليش أنا يعني مسترسل في هذا الموضوع؟ لأن موضوع المقارنة يعني صار يتعب الناس. فلان كذا وإحنا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لكل إنسان له حياته، كل إنسان له الأمور التي يمر بها، الظروف المناسبة، الأشياء المناسبة، فلا تقارن نفسك بأحد. حتى أنني سمعت مرة، وأنا يعني في رأيي الشخصي فأنا أتفق مع هذا المبدأ، يقول لك كل منافسة كل المنافسات غير شريفة في هذه الدنيا إلا منافستين: أن تنافس نفسك، جميل، أو أن تنافس أحد في دين الله عز وجل، أو في يعني الأمور الشرعية، بمعنى أنك تتنافس مع واحد مثلا في حرصه على الصلاة، في حرصه على المحافظة على دينه وإلى آخره، أو أنك تنافس نفسك. أي منافسة خارجية غالبا والله أعلم وأحكم سيدخل فيها حظوظ النفس، ويدخل فيها يعني الغيرة والحسد وما شابه إلى ذلك. فلذلك ألغي موضوع المقارنة، عيش حياتك، صدقني ستصل. إذا كان أنت في داخلك يعني متيقن من أنك أنت ماشي على الطريق الصحيح، ولا يهمك فلان ولا علان ولا القيل والقال، استعن بالله واعلم بس أن أنت اعرف إيش المرحلة اللي أنت موجود فيها. قد يكون يا أخي هذه المرحلة اللي أنت موجود فيها الآن هي مرحلة لسه أنت قاعد تزرع. ليش مستعجل؟ هيأتيك الحصاد، بس أنت الآن افهم إيش المرحلة الموجودة عندك. ولا يمكن أن يكون كل السنة كلها حصاد، لا، سيمر عليك كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن في الأخير ستربح إن شاء الله. أنا لعلي استرسلت. لا جميل جدا، جميل جدا. ويعني هذا النقطة أنا صراحة كنت حابب أنك أنت تسترسل فيها، أنها هي النقطة التي تؤرق الشباب، وهي سبب يعني عنوان هذه الحلقة. ما قبله وما بعده هو مجرد مقدمات وخاتمة، لكني خلني أضيف نقطة بسيطة على النقطة اللي أنت ذكرتها. كثير من الشباب يعني يخلط بشكل كبير جدا بين السعي، يعني في مسألة السعي تحديدا هناك لبس عند كثير من الشباب. يا أخي يقول لك يا أخي أنا سعيت، ربي ما كتب لي السعي إلا أو النتيجة. أنا أقول لك، هذا ليس كلامي وليس كلام أي أحد، هذا كلام ربك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إيمانك أنت أيها الشاب بأن الرزق من الله عز وجل يتحتم عليك أنك تتأكد 100% أن الرزق سيأتيك. إذا أنت شاك، هذه في مشكلة فيك أنت شخصيا. إذا أنت شاك أنه أنا عندما أرزق، عندما أنا أسعى سوف أرزق، إذا أنت لسه ما أنت متأكد، فهذا قد يكون أحد أسباب تأخر الرزق عليك. أبو صقر تكلم قبل شيء قال لك يا أخي أنا والله قد يعني تكون في مرحلة لسه مرحلة الحصاد. أنا أقول في مرحلة ثانية قد تكون أنت في مرحلة عدم اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم أو المقولة، الله أعلم هل هي حديث أم مقولة، تقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ليش؟ لأنك أنت ما تجرب الله عز وجل، حاشاه سبحانه وتعالى. أنت ما تجرب في قاعدة الله عز وجل حطها لك، ألا وهي أعقلها وتوكل، أن الرزق مربوط بأسباب معينة. لذلك أنت تسمع كثير من الناس يا أنس إنه الناس يقولون يا أخي في بعض الناس يتكلم وكأنه الملايين في جيبه ولكن هو ما في يده شيء. كيف يا أخي؟ كيف أوصل لهذه المرحلة؟ أنا أقول هذا الشخص الذي وصل لهذه المرحلة هي صحيح صعبة، ولكنها هي المرحلة الحقيقية الصحيحة، أنك أنت تتأكد يقينا تاما أن المال هو مال الله، وأن البشر هم فقط متصرفون بمال الله الذي أعطاهم لأسباب معينة. لذلك نجد كافر مرزوق ومسلم فقير، ويقولون أن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، هي سجن المؤمن لما ينتظره من نعيم في الآخرة، لكن ليس سجن المؤمن أن يصبح فقيرا أبدا. هذا خلط يعني أوهمك فيه بعض الناس حتى يوهموك أن المسلم مسكين، أن المسلم محتاج، أن المسلم وهذا التصور عن المسلم
أنه زاهد في الدنيا، ورع، أنه لا يطلب الرزق، أنه يعني فقير، أنه محتاج، أنه دائما يسأل الناس. هذا التوجه معارض تماما لتوجه الإسلام. أن الإسلام ماذا يقول لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي قوي بالمال، قوي بالجسد، قوي في جميع الأصعدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير وأحب إلى الله من يد السفلى. كيف ممكن أن يكون إنسان صاحب يد عليا وهو فقير؟ لا يستقيمان. لذلك الإسلام يدعم الغنى، الإسلام يحب الرجل المقتدر. الإسلام لا يحب الرجل الفقير، يعني يرحم الرجل الفقير ويقول إنما تنصرون بضعفائكم، لكن الإسلام وربك عز وجل يحب المؤمن القوي، ويحب العبد المنفق صاحب اليد العليا. هذا هو النموذج الذي امتدحه الإسلام. فبالتالي أنت لابد أن تسعى في هذه الحياة إلى أن تكون شخصا مقتدرا غنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من الصحابة كانوا مقتدرين. أبو بكر عندما ذهب وألقى بماله كله في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هل رمى هذا المال؟ وطبعا يقينا أن الله عز وجل سوف يرزقه، لكن هل رماه وهو لا يوجد لديه شيء؟ استحالة. سمعتها أنا في مقولة واحد من الأخوة تتحدث في مقطع، والله ما أتذكر من الشخص حتى ننسب المقولات لأصحابها، قال أن أبو بكر عندما أنفق ماله كله في سبيل الله هو كان يعلم أنه سوف يأتيه خيرا يعوضه عن هذا المال. أولا يقينا بالله عز وجل بالعوض، وثاني شيء في ولد عمل. أبو بكر كان تاجر، يعرف أنه في بضاعة في المكان الفلاني سوف تأتيه بعد قليل، وفي مكان الفلاني هو ما رماها جزافا، ولو رماها جزافا لأكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لك أن ترمي وأنت ما أنت حامي ظهرك. كيف تحمي ظهرك؟ بالسعي. طيب الآن نجي عند نقطة أخرى. هل السعي لمجرد السعي مع اليقين يرزق الإنسان؟ الجواب نعم. وإذا أنت ما تؤمن بهذه الفكرة فأنت عندك خلل. يقول لك طيب يا أخي، هل معقول أنا إذا يعني الوظائف أصبح في شح في الوظائف، والله يا أخي يقول لك التجارة صار فيها منافسة جديدة، ما في مجال أدخل فيه إلا وأجد فيه منافسين معي كثير. أنا أقول لك أنت الآن قاعد تتدخل في مشيئة الله عز وجل. أنت الآن قاعد تتدخل في إيش؟ في النتيجة. والله عز وجل ما أمرك أن تهتم بالنتيجة، أنت تهتم بالسعي. قد تسعى في وظيفة ما، ولأنك سعيت في هذا الطريق رزقت من طريق آخر تماما، ولكن أنت هذا الطريق لن يأتي لك إلا عندما تسلك هذا الطريق الخاطئ. يعني أنت لما يعني تسعى في طريق ما، لا يجب بالضرورة أنك ترزق منها نفس هذا الطريق. أنا يا أخي والله وجدت نفسي في الهندسة، فسعيت سعيت سعيت سعيت، فالله عز وجل رزقني في يعني التجارة. هل هذا يعني أنك أنت سعيت في الطريق الخطأ؟ لا، هذا يعني أنك أنت بذلت السبب، فالله عز وجل رزقك لأنك بذلت السبب، وأنه هو الرازق سبحانه وتعالى. عذرا على الإطالة، لكن هذه نقطة جدا حساسة جدا مهمة، ولأجلها صراحة نحن يعني وضعنا هذا العنوان، لأنه هذا الأمر جدا مهم جدا جدا مهم، ويريح كثير من الشباب. لأنه الرزق وطلب الرزق مرتبط دائما بإيش؟ بالقلق. كثير من الشباب يقلق بسبب الرزق والمال وإلى آخره، وبالتالي لابد أنك تريح نفسك وتسعى وتطلب التوفيق من الله عز وجل. طيب خليني أختم بهذا السؤال اللي هو الوصايا يعني التي أوجه بها نفسي أولا، وأوجه بها يعني ما هو توجيه، إنما الوصايا التي نشاركها نعم المشاهدين الكرام في موضوع الرزق والتوكل على الله عز وجل. جميل. النقطة الأولى والأهم هو موضوع النية. أنا يعني دائما أحب أن أحرص في كلامي على موضوع النية. موضوع النية وموضوع القلب وإلى آخره، هذه الأمور يا أخي هي المحركة لهذه الأشياء. الله في الحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. موضوع النية هو الأمر المهم في موضوع الأرزاق. أنت الآن لازم تعرف أنك أنت الآن يوم أنت تطلب هذا الرزق الذي يعني قاعد تسعى إليه من كل مكان، ما هو السبب؟ هل السبب أنك أنت تغتني؟
طيب الاغتناء هذا بناء على ايش انت تبغاه؟ هل من اجل ان تفيد نفسك وتفيد امتك وتفيد اهلك وتفيد يعني ابناء عائلتك والى اخره، ام هي لاهداف اخرى؟ يعني مثلا بعض الناس يعني حاشاكم يتمنى الغناء من اجل انه يعني يحضر الحفلات ويودي الفلوس في شو اسمه في في بعض الاماكن التي يعني اكرم نفسي واكرمكم بذكرها في هذا المكان الطيب. فاحيانا لاحظ هذه النقطة، احيانا والله يا اخي انا وقفت على هذه الاشياء. احيانا يعني أنا ألتمس هذا الشيء في بعض الناس يختبره الله عز وجل بفترة غناء في لحظة من لحظات حياتي، خلينا نقول كذا لمدة شهر شهرين ثلاثة، يا أخي خلينا نقول سنة، وأرى هذا الرجل قد فتح الله عليه عز وجل. والله إني أتيقن، والله أنا لا أدعي الغيب، ولكن يعني يقينا بالله عز وجل بأني أرى أن الله عز وجل قاعد يختبر هذا الرجل بالغنى فيعطيه المال، وما شاء الله تبارك الرحمن يكون فارق. يعني تشوف ما شاء الله تبارك الرحمن ما يعني في حركة مالية موجودة، تلاحظ أن الإنسان هذا الله يزيده ما شاء الله، يعني خلينا نقول تبسمت له شوي. وأشوف من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وأعلم في هذاك الوقت أن الله عز وجل يعطاه هذا الشيء من أجل أن يشوف هل أنت الآن مناسب للغنى ولا لا. أنا لو أغنيتك الآن ماذا سيكون؟ جميل. فأحيانا يمر عليك هذا الأمر، يسوق الله إليك الابتلاءات هذه. الغنى ترى أحيانا قد يكون ابتلاء. يعني أنا أتذكر يعني وأحد الملوك الله أعلم من هو، ولكن عند موته كان مستلقي كذا على فراش الموت، الله يحسن لنا ولكم الختام، فتلفت كذا إلا شباك القصر موجود فيه أحد الناس الذين يعملون عنده في القصر. جميل. وكان هذا عامل بسيط يعني فقير، فنظر إليه قال يعني تمنى في لحظة الموت أن يكون مكان هذا الرجل. ليش؟ لأنك قاعد تتكلم عن ملك وغنى، وأنت ستقف أمام الله عز وجل، أنت عندك أسئلة كثيرة أنت، والغنى ماذا فعلت في مالك وماذا فعلت في الناس في عدلهم وحكمهم و فقال ليتني مثل هذا الرجل. فأحيانا قد يكون المال ابتلاء، ولكن خلينا أرجع للنقطة المهمة، أنه أحيانا ترى الغنى يأتيك فترة في حياتك، هذا ترى قد يكون اختبار من الله عز وجل، ويأتيك الفقر أحيانا أو الشح. جميل. وهذا كله اختبار من الله عز وجل ليرى كيف تتعامل مع هذه الأمور. فإذا جاك الغنى هل أنت الآن المال هذا الذي يأتيك أنت إيش قاعد تسوي فيه؟ قاعد في الخراب قاعد يروح كيف؟ طيب أنت تطالب بأن الله عز وجل جميل كيف؟ أو الأمر الآخر بأنك أنت يبتليك الله عز وجل بأنك أنت تكون ظروفك صعبة، تكون تطهير لك في هذه الدنيا، ثم إن شاء الله أنك تكون من الأوائل الداخلين إلى الجنة. فلذلك شوف موضوع النية هذا موضوع ترى جدا عميق. الله عز وجل يوم يقول لك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى قلوبكم، النية هذه هي أنت فتش فيها، إذا كانت النية طيبة والفأل موجود وحسن الظن بالله عز وجل مع وجود السعي، فإنه ترى الله يعني الله كريم جدا، كريم يعني ادعوني أستجب لكم، استحضار هذه الآية واستحضار أنا عند حسن ظن عبدي بي، هذه الأمور الإنسان يوم يستحضرها يوم يعني يتيقن فيها ترى يرتاح مع وجود مع وجود اليقين. ثم طبعا تطوير يعني المهارات الموجودة،
يعني مع الأسف الشديد أنه الحياة الآن أصبحت يعني خليني أقول لك كل إنسان لابد أنه يكون عنده يعني هذه يعني خليني أقول يعني أنا أسميه التسويق الذاتي. فأنت تحتاج أنك أنت تطور من مهاراتك عشان أنك أنت تسوق لذاتك وتتكلم يعني مثلا الأستاذ الحاصل على درجة مدري إيش والأشياء هذه. فتطوير المهارات، مواكبة الأمور، ثم الاجتهاد، هذه كلها من الأمور اللي يعني أوصي نفسي أولا وأشارككم إياها. وما أدري إذا عبد الحميد بيضيف شيء ولا لا الله يجزاه خير. يعني ألخص هذه الأمور. وطبعا نتذكر دائما بأنه الرزق بيد الله عز وجل، وأن السعي إليه عبادة، ومع صدق النية والأخذ بالأسباب. العبرة دائما يا أخوان ليس بكثرة المال وإنما ببركته، وليس النجاح في سرعة الوصول، وإنما أن يكون الرزق طيبا حلالا مباركا، وهذا له طعم عظيم جدا، بأن يكون يعني اللقمة أو المال الذي تكسبه طيبا طاهرا حلالا مباركا. والله هذه نعمة عظيمة جدا. نعتذر عن الإطالة، كانت حلقة ماتعة يعني تشاركنا فيها أطراف الحديث. الشكر موصول لك عبد الرحمن، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعون الله وقوته الأسبوع القادم. إلى ذلك من حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.